السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن شاء الله يا حبايبي أنا هعمل النهاردة كنافة، أحلى كنافة إن شاء الله بالمانجا. دون عصير مانجا حطيته كده في الحلة. هحط بقى إيه، أنا عصرته يعني أهو. هحط بقى سمن الله كده ونحط فيه سكر. هحط نص كوباية سكر وأشوفها هيبقى عايز سكر تاني ولا لأ. بدوبها كده. دي يا جماعة مهلبية، يعني هعمل مهلبية بالمانجا. مهلبية بالمانجا عشان هعمل بيها كنافة. بصوا يعني أنا هحط معلقتين ونص بس نشا عشان تبقى سايبة كده وتبقى جميلة في حشو الكنافة. أهو يا حبايبي. بصوا يا حبايبي أنا دوبت النشا أهو وبسويها على النار، وإن شاء الله لما أسويها هوريها لكم كده وأنا بحشي الكنافة. عملت اهي المهلبية اهي، اللي هي مهلبية بالمانجا ما شاء الله سويتها. والكنافة اهي هرش عليها كده سمنة وادعكها في بعضها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت عليها كده بتاع 4 معالق سمنة وهلفها بالسمنة وبعد كده احطها في الصينية واوريها لكم. اشرب الكنافة بالسمنة عشان تبقى طالعة طعمها حلو كده ومش يعني تكون مدهونة كلها سمن كده وتبقى حلوة بإذن الله. اهو حطيت الكنافة دي أول طبقة اهو فردتها في الصينية، وأحط المهلبية اهي. بسم الله. مهلبية المانجا يا جماعة اهي. اهو أنا حطيت عليها المهلبية اهي، والشيف بقى ابن بنتي هيحط عليها المكسرات. هحط معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الزبيب وجوز الهند اهو. يلا يا قطوط احط. حطيت المهلبية يا جماعة اللي هي بمانجا اهي، وحطيت المكسرات عليها، واحط بقى الطبق التاني عليها، الوش التاني عليها. حطينا الرق التاني اهو للكنافة واظبطها بقى وادخلها الفرن. بصوا يا جماعة انا عملتها بسم الله ما شاء الله عليها، وولعت الفرن واحنا بنحطها في الفرن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ما تستوي اوريها لكم. اهي بقلاها وهي ما شاء الله عليها. وعملت الشربات بتاعها، حطيت 3 كوبايات سكر و3 ميه وعقدتهم. هو طبعا متعصر عليها نص ليمونه وعقدته خالص اهو. وهنبدا نسمي الله ونسقي بيه الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله عليها. اتفضلوا بقى حاجه تفتح النفس اهي.